عرفت تقول للعالم إن قشر الموز اكتشاف، لأ ده كمان كنز، وقدرت تحقق منه تحف فنية تصدره لدول كتير بره مصر. فاتن صلاح بنت أسوان شافت قشر الموز كنز، فقررت تعمل مشروع بيحول اللي بنرميه من الموز لسجاد ومفروشات. تعالوا بقى نشوف ايه حكايتها في الفيديو ده. في وقت كتير من الناس بتدور على طريق سهل أو وظيفة مضمونة، كانت فاتن صلاح من أسوان ماشية في سكة تانية خالص. ما كانتش بتدور على رفاهية ولا شهرة، لكن كانت بتدور على فكرة مختلفة تفيد بيها الناس والبيئة كمان. ما كانتش بنت تقليدية ولا بتمشي جنب الحيط، دي كانت شايفة في الحاجات اللي الناس بترميها كنز ممكن يغير حياة ناس كتير. القصة بدأت من قرية هادية وجميلة اسمها أبو الريش. فاتن كانت بتقضي وقتها تتأمل في الطبيعة، تشوف الشجر والنخل والموز، لكن كمان تشوف ازاي الناس بتتعامل مع المخلفات دي. كل شوية تلاقي حد بيتخلص منها أو يرميها في النيل، وساعتها بدأت الأسئلة تدور في دماغها: ليه بنرمي حاجة ممكن نستفيد منها؟ ليه مثلا بنستغل مخلفات النخيل ونسيب مخلفات الموز، مع ان الموز مزروع بكميات كبيرة ومخلفاته كتير جدا وبتترمي من غير ما حد يفكر يستغلها؟ ومن هنا طلعت الفكرة اللي غيرت حياتها، إنها تعيد تدوير مخلفات شجر الموز وتحولها لمنتجات مفيدة للبيت. وفي سنة 2015 قررت تبدأ مشروعها وسمته ألياف الصناعات الخضراء. كانت عارفة إن الطريق مش سهل وإن محدش جرب الفكرة دي قبلها، خصوصا في أسوان، بس كان عندها إصرار وعزيمة أقوى من أي تحدي. لما جت سنة 2020 الناس كلها قعدت في بيتها، فاتن كانت شغالة أكتر من أي وقت. بدأت تصنع منتجات منزلية بسيطة من الموز زي الكسترات، وحدات الإضاءة، السجاد والمفارش. الناس لما شافت المنتجات دي استغربت، مش مصدقة إن الحاجات دي معمولة من مخلفات، بس هي كانت عارفة كويس قيمة اللي بتعمله، وكانت فرحانة إنها بتقدم حاجة جميلة وصديقة للبيئة في نفس الوقت. ومش بس كده، فاتن كبرت مشروعها وفتحت وحدة إنتاجية في قريتها أبو الريش بحري، واشتغل معاها حوالي 15 بنت. يعني وفرت فرص شغل لبنات كتير وخلتهم يعتمدوا على نفسهم، وده خلى مشروعها ياخد شهرة. وبدأت كمان تشارك في معارض كبيرة زي نحمي تراثنا وديارنا وبيت العرب، وهناك كانت بتعرض منتجاتها اللي كلها من الموز، وكانت الناس بتندهش وتسأل ازاي ده مصنوع من مخلفات. وفي سنة 2023 تم تكريمها كأول سيدة من الصعيد تشتغل في إعادة تدوير مخلفات الموز، ولقبوها بأيقونة النجاح، لأنها مش بس نجحت في مشروع لكن كمان ساعدت غيرها إنه ينجح. بدأت تعلم بنات وستات في محافظات تانية زي الفيوم وسوهاج وقنا، وعملت لهم دورات تدريبية عشان يتعلموا ويبدأوا شغلهم ويستفيدوا مش بس من قشر الموز لكن كمان من النخل، ويعملوا بيها حاجات حديثة تنفع أي بيت. فاتن مش مجرد بنت أسوان، دي مثال للبنت اللي ما استنتش الفرصة، دي عملتها بإيديها من قلب الطبيعة ومن حاجة كل الناس كانت شايفاها ملهاش أي لازمة. علمتنا إن أي حاجة حوالينا ممكن تكون بداية لحاجة كبيرة لو بس فكرنا فيها بطريقة مختلفة.